وجدان سعيد التي شاركت بقسم ونصيب 2 وأصبحت نجمة بعد عرض حلقات البرنامج لجمالها وببرودتها التي لا مثيل لها. نزلت أمس أغنية بعنوان فرفوشة، والتي وصلت مشاهدتها اليوم إلى 175 ألف مشاهدة في ظرف 18 ساعة. لكن في الحقيقة كنت أظن أن مشاهدتها ستكون أكثر، لكن الأغلبية أو الكثير لم يتوقعوا من وجدان هذه الأغنية ولم تعجبهم، خصوصا وأن لديها على الإنستغرام ما يقرب من 2,000,000 فولورز. فهي في هذه الأغنية تقلد هيفاء وهبي، فبعد أن غنت أحضن مين والتي نجحت جدا وكانت الأغنية رائعة لحنا وكلمات وإحساسا، عكس هذه الأغنية التي تسمى فرفوشة، لا كلمات ولا لحن ولا صوت ولا إحساس بالمرة، ولم نسمع ولا نرى فرفشة في الحقيقة. ولو لم تكن قد كتبت كلمات الأغنية لما عرفت ما تقوله وما تغنيه. وجدان أخبرتنا قبلا أنها اشتغلت كثيرا على هذه الأغنية وتعبت كثيرا، لكن في الحقيقة لا أعرف أين هو التعب في هذه الأغنية. أغنية تافهة بمعنى الكلمة، والذي شجعها على هذا النوع من الأغاني يستاهل الضرب على قفاه، خصوصا وأن هذا النوع من الأغاني يحتاج لفيديو كليب ويكون مرئي وليس سمعي فقط، ليستمتع المرء بالفيديو بدل أن يستمع بالصوت، لأن في الصراحة ليس هناك لا صوت ولا شيء. ممكن أكون أنا مخطئة، ممكن، لا أدري، وإن كنت مخطئة ممكن أن تكتبوها في التعليق لنرى كم محبي هذه الأغنية وكم الذين لم تعجبهم. ولأبرهن لكم أن نيتي حسنة، فإني أقول لكم أن تصوتوا لوجدان لأن الحفل سيكون على ما أظن في السعودية يوم 18 دجنبر. يعني أتمنى بالحقيقة أتمنى أن تفوز، لأنها ستدخل طبعا بأغنية أحضن مين، والأغنية رائعة جدا. أتمنى أن تفوز. وهنا حبايبي سأترككم، وأتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، وأن أكون انتقادي كان في محله. ولا تنسوا طبعا لايك واشتراك وتعليق وتفعيل جرس ليصلكم كل ما هو جديد. ومع السلامة حبايبي، مع السلامة.